السلام عليكم بنات، جمعة مباركة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوقت اللي يلحقكم الفيديو. الوصفة تاع اليوم راح تكون بسبوسة بحبة بيض. وصفة اقتصادية، مقادير تاعها موجودة في اي بيت، يعني لعشاق البسبوسة ولا هذوما المعسلات، يعني ندوزوهم على تاي في السهرة. بما انه راهو جينا رمضان، يعني خبوا هذه الوصفة في عينيكم. الحاجة الأولى اللي نسحقوها البنات هي الشربات. عندي هنايا كاس تاع الشربات بزوج كيسان تاع الماء كيما راكم تشوفوا. نحطوهم فوق النار بعد ما يبدا يغلي مدة 10 دقائق، نطفوا عليه ونديروا له طرونشة تاع القارص. فوالا، يعني هنايا الحاجة الأولى اللي نبداوها البنات هي الشربات باش يبرد لي. هايديك هنايا عندي حبة تاع بيض ونص كاس تاع السكر. هنا برك فاتني المقطع البنات كي فقست هذيك الحبه تاع البيض وزدت معاها النص كاس تاع السكر. هنايا هذه المرحله البنات مهمه، لازم الحبه تاع البيض تخلط لي مليح مع السكر حتى اللون ديالها يولي كلاغ ويتضاعف الحجم ديالو. هنا نزيدو نص كاس تاع الحليب كيما راكو تشوفوا. يعني كما قلت لكم هنايا غير تبداو تخلطوا. الفرن ديالكم طبيعه الحال راهو مشعل درجه الحراره ديالو 180. فوالا، انا خلطت المكونات. ممكن نزيدو نضيفو هذاك الحليب راح يذوب لي كما هذيك الكميه تاع السكر اللي قعدت لي. نزيدو نص كاس تاع الزيت كيما راكو تشوفوا، ونخلطو مليح الخليط ديالي. يعني المكون اللي نديروه لازم نخلطوه كيما راكو تلاحظوا. وصفه كما قلت لكم اقتصاديه، المقادير تاعها بسيطه، يعني اي وحده فينا ديرها راح تنجح فيها. فقط البنات هنا كملاحظه حبيت نقولها لكم، الكاس اللي تعبروا به باش ديروا الشربات هو نفس الكاس اللي تعبروا به باش ديروا البسبوسه ديالكم. فوالا، لهنايا نديروا زوج مغارف تاع الفارينه كيما راكو تلاحظوا، مع زوج مغارف تاع نواه كوكو. صدقوني نواه كوكو راح تعطي لها بنه لهذيك البسبوسه. اللي ما عندهاش نواه كوكو وعندها الكاوكاو محمص دير زوج مغارف تاع كاوكاو محمص، ولا اللي ما عندهاش كاع يعني ما ديرش. بصح انا نفضل اني في البسبوسه ندير نواه كوكو. شوفوا السميد البنات دوك نوري لكم. بالنسبه للسميد عندي هاوليك عمور سميد متوسط، فوالا مويا. درت انايا كاس ونص البنات. شوفوا هنا راني نوري لكم، خاطرش كاين هذاك السميد الخشين كامل وكاين هذاك السميد تاع المسمن. يعني هي شوفوا البنات انا نفضل نديرها بالسميد المتوسط. درت هنايا زدت النص تاع الكاس. هنا البنات فقط لافاني وزاز تاع السيترون، ولا هنايا درت لا لوفور. انا هنا بعد ما خلطت يعني كامل تفكرت باللي ما درتش زاز دو سيترون، يعني زدته. راني درت زاز دو سيترون فقط، التليفون ما درتوش يصور. فوالا، هنايا شوفوا نخلطوا كامل هذوك النواشف ودوك تشوفوا القوام ديالها كيفاش يجي. يعني ما راحش تجي خفيفه بزاف وما تجيش ثقيله. هنايا ضفت لها انا كيس واحد تاع الخميره. بالنسبه للبنات الناس اللي حبت ديرها كمشروع، يعني تقدر ديرها بهذوك لي بواط انديفيديوال هذوك اللي نديروا فيهم الطمينه فقط. يعني بالنسبه للمبتدئات كديروا الخليط ديالكم دهنوه مليح بالماركارين وما تعمروهاش حتى للفوق، يعني ديروها دائما في النص. انا هنا البلا ديالي دهنته بلا ماركارين ونزيد له رشه تاع السميد البنات باش هكذا ما تلصقليش تماما. وانا هنايا المول ديالي فيه 25 على 25. علاش البنات انا يعني يحبوها عاليه. لو كان يحبوها رقيقه البنات تقدروا ديروا هذاك البلاطو تاع 25 على 30. شفتوا القوام ديالها كيفاش يجي؟ يعني يجي ما ثقيل ما خشين ما خفيف عفوا. هذاك هو قسمه تتشرب. خاطرش لو كان نديروها خفيفه البنات ونزيدو نشربوها ما راحش يعني نستبنوا هذاك الطعم تاع البسبوسه. فوالا، هنا بعد ما نديرها في البلا البنات نروح نطيبها. يعني فرقت لكم مسخن من قبل درجه الحراره ديالو 180. كي نشوفوا الحواف تاعها تحمر لنا نشعلوا لها من الفوق، واللي عندها الفرن تاعها فونتيلي يعني راح تحمر لها من الفوق ومن التحت.
هذه كان الشربات تاعي بعد ما يعني بردت لي تماما هنا يعني للامانه. وش البسبوسه تكون سخونه، نجيب هكذايا البنات، نبدا غير هكذايا نحط غير بشويه في جميع النواحي، ومن بعدك نرفدها مباشرة من الكسرونة ونسقيها. يعني هنا فقط التحميرة تاعها من فوق سي وحمروها هكذا باش كي تشربوها تقعد شادة على هذاك القوام وما تبالكمش باللي معجنة. بالنسبه للبسبوسه البنات يعني كي ديروها على الاقل خلوها تشرب لكم 4 سوايع ولا 5 باش يعني تشرب لكم كامل هذاك السيرو. يعني الكميه اللي درتوها راح تضيفوها مباشره فوق البسبوسه ديالكم، ما تقولوش باللي بزاف ولا لا، العكس يعني راح تجيكم شربة الله الله وما تجيكمش يعني ناشفه. كيما راكو تشوفوا انا لهنايا فقط البنات بعد ما شربتها نزينها ونطراسي هكذايا من الفوق هادوك البسبوسه ديالي. هنا ما نقطعش البنات، حذاري تقطعوا يعني طراسيو فقط كيما راكو تشوفوا هنا باش ندير لها التزيين. هنا بعد ما قلت لكم يعني زينتها نخليها تشرب لي على الاقل 4 سوايع. يعني من الاحسن البسبوسه ديروها الصباح وخلوها حتى للسهره باش تقدموها. فوالا يعني البسبوسه راح تقدم مع لاتاي بطبيعه الحال، يعني مع العشيه ولا في السهره، على بالنا باللي نحبوا حاجه حلوه. شوفوا هنايا راني نطراسي هكذاك ابيبري باش نجيبهم كامل قد بعضاهم. فوالا دوك لهنايا انا راح نزينها بما اني زينتها درت لها لداخل نواه كوكو، راح نزينها هكذايا بنواه كوكو. وانتم تقدروا يعني البنات قبل ما طيب من الفوق على الوجه ديالها ديروا لها كاوكاو ايفيلي ولا لي زاموند ايفيلي يطيبوا معاها. واللي ما توفرش كامل عندها يكون عندها غير كميه تاع كاوكاو ترحيه في الخشين وتزوق من الفوق. يعني التزواق ولا التزيين يقعد اختياري وش عندكم في الدار، يعني الجود من الوجود. انا يعني بسبوسه نحبها بنوع كوكو سيرتو يعني كي تكونوا تاكلوا لداخل وتحسوا بلوغو تاع نواه كوكو. فقط البنات يعني ما تنساوش مبشور تاع الليمون ولا البرتقال، يعني هو اللي راح يعطي لها بنه للبسبوسه ديالي. فوالا يعني هنايا من داك تصرا تكوني دايره في بالك بلي التليفون راه يصور وهو يعني راكي محبسات. وشحال من خطره يعني انا تصرالي يتحدفوا لي المقاطع مي يعني راني قلت لكم عليها. يعني ما عندك زاز دو سيترون سي ديري لافاني باش تقتل لها كامل الريحه تاع ديك الحبه تاع البيض. وشفتوا يعني بحبه بيض دوك تشوفوا كيفاش تجيكم طالعه الله الله كانه درناها يعني الوصفه الاصليه ديالها. فوالا لهنايا البنات نكمل انا نزوقها هكذا. وعندي هنايا واقع 2 حبات ولا 3 تاع لي سيريز قعدوا لي في لابواط، قلت نزين هكا باش نكسر اللون، يعني قطعتهم هكذا فتاتها وراح حطيتها بجيه حتى تشربت لي تماما. ومن بعدك نجي نقطعها معاكم، خاطر لو كان تقطعوها وهي سخونه البنات راح تتفتت معاكم تماما، يعني ما راحش يجيكم القوام اللي راكو حابينه. فوالا دوك هنايا لهنايا شوفوا هنايا راهي قلت لكم دوك تتشرب لي كما من هذاك السيرو اللي درتو. نخليها يعني تتشرب لي ونعاود نولي نقسمها معاكم كما راكو تلاحظوا. نتبع هذوك لي تراس اللي درتهم مع الاول ونقسم مباشره بالسكين. فوالا كما راكو تلاحظوا يعني وصفه اقتصاديه تحمر لك الوجه، يعني تديها في يدك ولا يعني تفرحي بها وليداتك. علاش لا يعني كما شفتوا اقتصاديه ما فيهاش كامل المكونات، وعلى بالي بلي هادو المكونات موجوده في اي بيت جزائري. فوالا يعني هنايا نقسمها هكذا كيما راكو تلاحظوا. ما مع الحواف البنات نسي نجوز الموس مالغري درت لها مارغرين مي يعني نفضل اني نجوز لها الموس باش كي نرفدها بلالوش تترفد لي فاسيلمون. فوالا دوك انا نروح نجيب هنايا لالوش. وهنا لالوش يعني البنات سيو خيروها على حساب الحبات تاع البسبوسه ديالكم، ما ديروهاش كبيره بزاف خاطر لو كان حديروها كبيره كي تجيو راح ترفدوا تقيسوا الحبه الثانيه.
هادو ملاحظات كامل البنات انا نمدهم للمبتدئات. فوالا شوفوا البنات يعني كي ترفد مباشرة ما تلصق لكم في البلاء ما والو. وشوفوا كيفاش جات منفخة الله الله ومعسلة للقلب، يعني تجي الله الله محمرة ومشربة بهذيك الشربات. هنا البنات كي نقولوا بسبوسه راح نقولوا برات اتاي، يعني هنايا كنت وجدت لاتاي حطيته فوق هذاك السيبو، حطيت له ديك الشمعه باش يقعد لي دافي. فوالا وحطيت هذاك المرسو تاع البسبوسه اللي قسمته معاكم، ونروح نحي ورقات نعناس. شوفوا هنايا غرسته يعني عند الباب ديالي. فوالا هذا كان يعني يبس لي تمام البنات، ومن بعد كي صبت الشتا سبحان الله عاود وحده نهار. مع السلامه.